السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة مع الباش مهند كالمعتاد. نبدأ بس الأول بخالص الدعاء والتمنيات الطيبة بكل خير لأهل غزة اللي في محنة شديدة لمدة داخلين في تقريبا سنتين إلا شهر أو شهرين، في معاناة في كل شيء وفي إبادة وفي تجويع. بندعي لهم وما بننساهمش وبنتمنى ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم ويكرمهم، ونتمنى ان الوضع ده ما يكملش، وبنتمنى كل الاخبار السيئه اللي بنسمعها ولسه سامعينها تقف، وربنا يكتب لهم الخير ويطعمهم من جوع ويامنهم من خوف. امبارح اول لقاء للزمالك بطريقته الجديده، بمدربه الجديد، بمديره الرياضي الجديد، بمشروعه الجديد، بفكره ارساء قواعد لكل شيء في منظومه الكوره في نادي الزمالك اللي كان الزمالك مفتقده على مدار سنين، بفكره نظام وحد لاوضه اللبس ما فيهوش فلان وعلان، بفكره طريقه لعب معينه، بشكل معين، باداء معين، بمدرب بيتحاسب بيختار لعيبته، بلعيب اللي بيغلط بيتخصم له، بمرتبات بنظام اقرب للاوروبا، لان اوروبا اصلا بتقبض اللعيبه بالاسبوع. يعني انجلترا تقريبا اللعيبه بتقبض بالاسبوع، ففكره ان اللي احنا سمعناه ان اللعيبه هتقبض بالشهر دي جزء من نظام في اوضه اللبس، وفكره احساس اللعيبه بالعداله، وفكره احساس اللعيبه بان هم في منظومه معينه يعني مش هتفرق بين حد والتاني. دي جزء مهم جدا انا بشوفها، لان الزمالك من اكتر الحاجات اللي في الزمالك بتنجح لما النادي بيعمل الصح ككل يعني. فانا شايف ان اداره الكوره عن طريق المدير الرياضي واداره الفريق جوه، ممكن نختلف على الانتقالات او نختلف في فكره. انا قلت رايي في فيديو الانتقالات، ممكن نختلف على اختيارات اللعيبه ممكن، بس مش هنختلف في فكره المبادئ اللي هم مطبقينها، سواء عن طريق مدير الكوره او عن طريق المدير الفني، من ناحيه التدريبات والوزن ووجود اللعيبه في التمرين، واللي بيغيب بيتعاقب او بيبعد عن التشكيل، من ناحيه اللي بيوصل على يعني امبارح مثلا عودة الدباغ كان في القايمه بس ما نزلش لانه لسه واصل، ما اتدربش كفايه مع الفرقه. فالاساسيات دي بتنجح الزمالك طول الوقت، يعني الاساسيات دي انا بشوفها ان شاء الله باذن الله هتنجح الزمالك، خصوصا ان الفريق بقى فيه عمق شويه، وبقى فيه حاجات نقدر نقول ان يتبني عليها يعني نسبيا باللي شفناه امبارح. انا كنت هطلع لو لا قدر الله النتيجه سلبيه اقول للناس تصبر وتدي فرصه للتجربه. الحمد لله النتيجه ايجابيه، وده برضو سبب ادعى ان احنا نفضل محافظين على الريتم، ونفضل الناس ما ترفعش الطموح قوي. احنا تقريبا اعلى لعيبه في العشرة لعيبه، على 10 لعيبه في القيمه السوقيه في الدوري المصري، مفيش واحد فيهم من الزمالك. فواضح ان المشروع بتاع الزمالك مشروع وقت، ومشروع محتاج لعيبه يتصبر عليها. موضوع مشروع محتاج لعيبه بروميسنج، مشروع محتاج ان احنا ندعمه مع الوقت، ونصبر على الجداد، ونصبر حتى على اللعيبه الصغيره اللي كانت موجوده، حتى شحاته، محمد شحاته حتى. يعني فكره ان انت تدي اللعيبه وقتها، يعني تدي اللعيبه وقتها. حتى ناصر ماهر يعني هو اكبر شويه في السن، فكره ان هو لا يعني بلاش نفرح زياده قوي. جمهور الزمالك نوعا ما بيفرح زياده قوي وبيزعل زياده قوي. فيعني الدوري لسه في اوله، وان شاء الله باذن الله نقدر نمشي كويس، ونقدر نحقق نتائج كويس، ونقدر نمشي مع الريتم اللي موجود في الدوري بالفرقتين اللي بينافسونا، اللي هم صارفين مبالغ خرافيه. انا عندي يقين ان شاء الله نحضر الزمالك، نقدر نتواجد، يعني نقدر نبقى موجودين في المنافسه، بس الجمهور يكمل في الدعم اللي هو فيه، وفي دعم الفرقه فقط، وفي الوقوف ورا الفرقه فقط، وفي نفس الوقت الفرقه تفضل في نفس اللمه ونفس الشكل اللي احنا شايفينه. النظام، الاوزان، لعيبه الفرقه، الحاجات دي اساسيه جدا ومهمه جدا، تبان صغيره بس هي بتفرق على المدى البعيد جدا، خصوصا العداله في اوضه اللبس، خصوصا انتظام المستحقات. الحاجات دي هتفرق ان شاء الله مع الوقت. يان فيريرا كما اطلق عليه المعلق الرياضي اللي كان بيعلق على الماتش امبارح، ما رضيش يقول اسمه كامل طبعا الناس فاهمه ليه. بدا ب 4 2 3 1. بدأ بمحمد صبحي اللي كما قيل في فترة الانتقالات كلها ان هو الحارس نمرة واحد في الفرقة. محمد صبحي قدامه حسام عبد المجيد والونش، تقريبا قريب من تشكيل فاينل الكاس. وقدامهم باك يمين عمر جابر، تقريبا ما فيش اختيارات كتير. محمود بن تايج هو الاساسي في تشكيلة فيريرا، يان فيريرا لغياب فتوح للظروف اللي تسبب فيها. قدامهم دونجا وشحاتة
انا حسيت ان هم اقرب لستتين، يعني ستتين قصاد الدفاع، مش 6 و8، مش حد سابق حد، يعني ستتين. قدامهم عبد الله السعيد 10. على يمينه الوينج اليمين كان ناصر ماهر، لغياب لعدم وصول الوينج الاجنبي البرازيلي للزمالك تقريبا، اللي هو كان اهم صفقه يعني للزمالك طبقا للميزانيه اللي اتحطت فيه. الوينج الشمال شيكو بنزا الوافد الجديد، تحت مهاجم وحيد ناصر منسي. في نسق لعب معين كل الناس شافته يتطابق كتير جدا مع الفيديو اللي اتعرض اللي موجود للراجل على اليوتيوب، وهو بيشرح فكره ان الخروج بالكوره دايما عنده احسن بوجود 3 لعيبه في الخط الخلفي. يعني هو الراجل ليه فيديو كده موجود على اليوتيوب، ممكن ابقى احطه لكم في التعليقات لو الناس عايزاه يعني. بيشرح فيه فكره ان هو بالنسبه له اسهل حاجه في الخروج بالكوره هي فكره ان يبقى فيه 3 في قلب الدفاع. دونجا كان بينزل بين قلبين الدفاع على يمينه وعلى شماله، وتبدا ده تحضير اللعب، يعني يبدا دي فكره اللعب بيتحضر بالشكل ده. والوينج الباكين بيفتحوا عرض الملعب سواء بنتايك او عمر جابر، مع الوينجين اللي بيخشوا لجوه نسبيا في قلب الملعب مع عبد الله، وتحتهم بيبقى اللعيبه الستتين. يعني ده شكل، ده نسق احنا شفناه طول الوقت. بس انا النسق ده الصراحه خوفني جدا، خوفني بفكره ان اللعيبه بترجع كتير قوي لصبحي، وصبحي جزء من صناعه اللعب. المنظر حتى في الشوط الثاني مع ضغط سيراميكا، ومع ان الناس كتير قوي هتشوف الزمالك وتحلله زي ما انا بحلله، وطبعا محللي الاداء بتوع الفرق يعني لا يقارنوا خالص بفكره بكلامنا احنا يعني. فناس كتيره هتضغط على صبحي، ومش بعيد تلاقي حد واقف جنب صبحي. فيعني انا يعني هيبقى عندي، انا الصراحه كنت قلقان امبارح من المنظر اللي هو بتاع تحضير اللعب. بتمنى ان الامور يعني ربنا يسترها والدنيا تمشي، لان التجربه لسه في اولها. بس هو الشكل ده كان ده المنظر في تحضير اللعب يعني. النقطه الثانيه اللي انا كاتبها، انا مش عايز اسرح كتير في الوقت، يعني كل مره ساعه وكده، فمش عايز اسرح كتير. النقطه الثانيه في الاول ان عبد الله بيلعب 10، عبد الله السعيد كان بيلعب 10. عبد الله بدنيا واستجابه وذهنيا من ساعه لما جه، مش السنه دي يعني عشان مثلا كبر، لا، عبد الله من ساعه لما جه وهو ما بقاش يلعب 10 خالص، ما بقاش يلعب 10 خالص. عبد الله بيلعب 8، لان بيبقى عنده في 8 مساحه للاستلام وللتسليم وللوقوف على الكوره، مبقاش مضغوط طول الوقت زي ال10، لان انت بتبقى مقرب قوي للمساحات في الثلث الاخير. فعبد الله تصرفه بالكوره يعني مع السن وبتاع اتقطعت منه كتير، وفي اوقات كتيره جدا ما كانتش استجابته للعب زي ما كان بيلعب 8. فانا شايف ان عبد الله في 10 دي محتاجه تتراجع شويه، يعني محتاجه تتشاف، محتاجه تتقيم. ان لو عبد الله والفرقه فاقت شويه بوصول 10، يعني تغييرات الشوط الثاني بوصول ناصر ماهر في صناعه اللعب، الفرقه تحس فاقت شويه. فانا شايف ان عبد الله يعني محتاج اعاده تقييم في قصه ان هو بيلعب 10 دي. محمود بنتايج الباك ليفت اللي يعتبر اساسي الموسم ده لوجود لعدم وجود فتوح. محمود في كور كتير جدا في الشوط الاولاني تحس اسلام عيسى كان بيعدي بسهوله، تحس اسلام عيسى كان بيرقص، او هو مثلا لو راح يشوط او كده مش بيضغط بالقدر الكافي. هو تدخلاته الشوط الثاني كانت كويسه جدا، في لقطه ليه حلوه جدا، في لقطه لحق كوره، وبيستسهل التكالنج شويه. فانا دفاعيا بشوف ان محمود عنده احسن من كده، يعني عنده احسن من كده، مش طول الوقت الزحلقه، مش طول الوقت التاكل، خصوصا دي الملحوظه اللي كانت عنده من تجربه الرجاء. يعني جمهور الرجاء كان عنده مشكله مع انه عمل تاكلينج ويعني وتسبب في خسارتهم ماتش نهائي تقريبا. انا مش بقول ان التاكلينج غلط، بس التاكلينج طول الوقت غلط، وفي نفس الوقت محتاج تبقى واقف على رجليك شويه في فكره ان لعيب مثلا بيحاول يرقصك او كده، يعني ممكن انت هتعرف تقطعها. يعني انا شايف ان محمود عنده احسن من كده، يقدر يبقى احسن من كده دفاعيا على الاقل. برضو ناصر ماهر على الوينج. ناصر ماهر لو الناس تشوف الخريطه الحراريه، هو ناصر كان يعني في كوره كده لف وشاطها حطها في الشوط الاولاني، كانت ممكن تبقى جول حلوه قوي قوي قوي. بس هو ناصر عموما يعني مش هو اللعيب المثالي للوينج. ناصر بيرتاح اكتر في قلب الملعب، يعني هو فكره لعيب الوينج ده طول الوقت بيبقى الخط عدوه، يعني بيبقى الخط خصمه مع زميله، لان هو الكره هتطلع. ناصر مش بيرتاح في الوينج. ان شاء الله بوصول خوان بيتزيرو اللعيب الجديد بتاعنا، خوان الفينا،
ان شاء الله ناصر هيتنقل لقلب الملعب، سواء عبد الله يرجع 8 مكان شحاته وشحاته يخش مكان دونجا، اللي على فكره دونجا بالمناسبه قدم ماتش كويس جدا. والونش برضه انا شايف ان هو احسن كتير وبيتحسن وبيتطور، ربنا يعني يبعد عنه الاصابات. حتى صبحي على مستوى الخروج بالكره، مستوى طريقه لعب، ومستوى الاختبارات اللي وصلت له، انا مش شايف ان هو كان عنده مشكله يعني. انا مش شايف ان كان في مشكله عند صبحي كبيره يعني. فانا شايف ان ناصر على الوينج ده، حتى يعني البديل بتاع خوان لازم يبقى مع عبد الحميد معالي اللي نزل الشوط الثاني. يعني عبد الحميد معالي اللي نزل الشوط الثاني، انا من الناس اللي كنت شايفه ان عبد الحميد معالي لسه 19 سنه والناس ما تضغطش عليه. انا شايف ان عبد الحميد معالي قدم شوط كويس جدا، وقت كويس جدا، اللي جاله اتصرف فيه كويس، وعنده خفه وعنده سرعه لعب وعنده قرار وعنده جزء نوعا ما من التحضير للعب. يعني اللعبه اللي جايه له عارف هو بيعمل ايه، عارف هيعمل ايه في الكوره. فانا شايف ان يبقى البديل في الوينج اليمين لاخوان هو عبد الحميد معالي، يعني لحد الى ان يجد جديد يعني ناصر يرجع لصناعه اللعب. ده رايي بشكل مبدئي في الطريقه يعني. الماتش كان انا اتبسطت من النسق بتاع يانيك فريرا في كذا حاجه. اولا ان الراجل ما كانش عنده مشكله في فكره ان هو، انا كان عندي مشكله بس في نقطه الضغط. يعني كنت بشوف ان الضغط بتاع الزمالك في الماتش كان ضغط خفيف قوي، مش شرس. يعني ما بنضغطش بشراسه قوي لنسترد الكره في، يعني جوزيه جوميز كان بالفرقه بتضغط بشراسه قوي. يمكن مع بسيرو في اوقات كانت الفرقه بتضغط بشراسه قوي، تحس ان الضغط مش شرس قوي على، يعني سيراميكا كان متسابه تنقل، واحنا كنا يعني بنضغط بشكل خفيف حتى دفاعيا. يعني انا لسه كنت بتكلم مع محمود بنتايج، حتى دفاعيا انا بشوف ان يعني الضغط حتى في المساحات اللي في تلت ملعبنا كان في مساحه لعيبه السيراميكا انها تقف وتستلم وتبص وبتاع. انا شايف ان دي من السلبيات يعني اللي يشار اليها امبارح يعني. فرجوعا يعني للنقطه بتاعت ان الفرقه الماتش كان رايح جاي، ما كانش فيه فرص كبيره. يمكن الفرص الاكبر كانت لمحمد شحاته في الشوط الاولاني. هنيجي لمحمد شحاته في الجون طبعا. في الجون الاولاني الكورنر اللي هي افكار الكور الثابته. الكور الثابته واضح في شيء بيحاول يتخلق، في شكل ما بيحاول يتخلق. ممكن تكون لسه مش ظابطه ولسه مش باينه هي ايه بالظبط، بس في شكل معين، في حاجه بتتحفظ، ودي حاجه ايجابيه جدا. لان انا سواء مع جوزيه جوميز او حتى مع فريرا نفسه موضوع الكور الثابته ده مش دايما كان بيبقى بصمه ظاهره. مع فريرا يمكن في الولايه الثانيه في اخر الدوري لما الحلول قلت عنده جدا، وقبل اخر الدوري قبل خروج اشرف بن شرقي الحقيقه كان في نسق وكان بيستغل حسام عبد المجيد. فانا شايف انما مثلا بعد فريرا مثلا لا جوزيه جوميز ولا بسيرو ولا اي حد من المدربين الاجانب اللي جم يعني، ولا حتى اوساريو، ولا يعني شفت فيهم بوضوح فكره الكور الثابته اللي هي ان في حاجه بتتحاول تتعمل. بانت جدا في الكوره اللي جات لشحاته اللي هي في الشوط الاولاني وشاطها حازم امام الامبراطور كان في الاستوديو، فحازم علق ان هو لو عمل بس كده الكره لجوه كان السوليه ومحمد بسام يطلعوا بره الملعب. بس هو حازم بيعملها بدماغه هو يعني وانا طبعا بقولها وانا قاعد هنا. بس هو شحاته يعني برده كان في كوره السنه اللي فاتت في ماتش المصري حاول يرقص وحطها، هي ما كانش المشكله في الترقيصه، المشكله كانت في الفينش. بس هو المهم ممكن يكون كان هو عنده حته اكتر ان هو عايز يشوطها يعني. فدي كانت الفرص كانت الابرز للزمالك يعني الشوط الاولاني. والكره بتاعت ناصر ماهر اللي عبد الله لعبها له وهو قفها واستلم ولف وشاط الكره دي، ناصر ماهر بيعملها حلو جدا. وناصر ماهر قدم وجه شبه ناصر ماهر اللي جالنا في 2024، مش شبه ناصر ماهر بتاع الموسم اللي فات كله، يعني اللي هو لعب بالدور الثاني من 2023 2024. فاتمنى وناصر كمان واضح ان هو مرتاح مع المدرب زي ما كان مرتاح مع جوميز. فاتمنى، وده اللي سمعناه يعني ده اللي سمعناه، لان مش كل شيء اتقال على فتره الاعداد شفناه بعيننا امبارح يعني. ففي مؤشر للاشياء يعني. من ضمن الاشياء اللي تقول لك ان في انضباط في اوضه اللبس ان عواد قاعد احتياطي من غير مشاكل. فده يعني ده جزء من الموضوع، يعني ان عواد كان بيعمل مشاكل لما بيقعد احتياطي الصبحي وكان بيبقى فيه حوارات شويه، بس في انضباط في اوضه اللبس. الشوط الاولاني كان كويس من ناحيه سيراميكا، من ناحيه سيطرته مع الكوره بلا خطوره تقريبا. ما فيش الا فرصه واحده اللي هي جت في العارضه الفخري لقاي، وكانت لخبطه بسبب ان يعني تدخل شحاته. يعني اسلام عيسى كان بيحاول يعدي فشحاته حط رجله، كان بيحاول يعدي من محمود بنتايج فمحمد شحاته حط رجله فالكوره طولت فراحت لفخري لقاي حطها. طبعا كان صبحي قفل له، فهو حب يحطها جت في العارضه وطلعت. تقريبا دي فرصه سيراميكا الابرز طول الشوطين يعني.
فالزمالك يعتبر ما تهددش، دي تحسب تماما بقى ليانيك فريرا، لان الزمالك لحد الشوط الثاني، حتى بعد ما تقدم 1-0 ما تحسش ان في فرص بتتخلق، وده شيء كويس، لان الزمالك السنه اللي فاتت كان بيتقدم وبيترجع عليه، فده مؤشر لفكره ان الزمالك نوعا ما الراجل عنده برجماتيه شويه، مش زي ما اتقال ان هو اوساريو، اللي هي فكره الاندفاع المبرر بلا وقت، بلا مجهود، بلا سبب طول الوقت. فالزمالك تقريبا ما تهددش، والراجل ما عندوش مشكله انه يرجع يدافع ويرجع يقفل ويرجع يسيب الاستحواذ، فدي كلها افكار توري لك ان هو فليكسبل. دي انا شايفها علامه كويسه جدا، يعني. فخلص الشوط الاولاني مع وجود ناصر ماهر، الفعاليه الهجوميه اقل، وشيكو بنزا مقدم مردود، ما بيقولش ان هو لعيب سيء، بس ما كانش يعني في كور كده هو عنده قلب ان هو يروح، ان هو يجري، ان هو لو عنده مساحات هيعدي. انا شايف ان التجربه بتاعت شيكو بنزا، يعني هو اهم افريقي جه في تاريخ الزمالك هو ايمانويل. لو في فيديو كان وثائقي كان عامله موقع الزمالك قلنا عن طريق زميلنا محمد خليفه، يعني كان بيحكي فيه على فكره ان هو اسماعيل يوسف كان علشان يظبط الباص لايمانويل كان بيلعب له الكره، يعني كان بيلعبها له بطيئه شويه، فايمانويل كان بيبقى سبق، او لما كان بيحاول يجريه كان بيطلع بيقول قعد سنه على ما ظبطوا الباص، وايمانويل نفسه خد وقت في الاندماج. فهو عموما اللعيبه الاجانب بتاخد وقت في الاندماج، في شكل الملاعب، في شكل الباص، خصوصا انه جاي من اجواء من الدوري البرتغالي الدرجه الثانيه، اجواء مختلفه تماما، او دوري البرتغالي الدرجه الاولى، يعني هو كان في الدوري الدرجه الثانيه وبعدين راح 6 شهور دوري الاولى، فاجواء مختلفه تماما. وهو تقريبا تجاربه كلها كانت ما بين انديه اوروبا، ما فيش تجارب في المنطقه العربيه، فممكن يكون موضوع وقت. يعني انا كنت شايف ان هو يتصبر عليه في الملعب، بس برضو نرجع ونقول ان ادم قايد قدم مردود اثبت خطا الطرح اللي انا قلته ده. يعني انا كتبتها عندي على تويتر، كانت صبر على شيكو بنزا، نزول ادم قايد مش في الواحد على واحد، في الذكاء في التعامل، ان هو عارف يسلك الكوره زي ما سلكها كده في الجون. يعني ما تقدرش تقول ان هو ادى مردود ايجابي قوي، بديله مش ادى مردود ايجابي قوي، بس في ذكاء ان انا الكوره مثلا همشيها هسهلها. ده شيء كويس قوي، انا شايف ان هو ده شيء يحسب لادم قايد، يعني. فرجوعا يعني لنقطه الشوط الاولاني شيكو بنزا، الزمالك ما هددش كتير كالعاده. ناصر منسي بعد 60 دقيقه ابتدى يتعب، وده مؤشر ان ناصر ما ينفعش، يعني ناصر رغم ان هو خاسس وجاهز، بس ناصر فيه مشكله في البدني بتاعه. ونزول سيف الجزيري، على ان هو انا مش عاجبني التغيير واللي عمله سيف الجزيري بالفرصه اللي ضيعها والكره راح ورجع بيها والحاجات العجيبه دي، بس هو كان لازم يبقى فيه تغيير، يعني ناصر كان تعب تماما، يعني. الشوط الثاني والتغييرات اللي حصلت كانت بنزول ادم قايد، ونزول عبد الحميد معالي، ونزول سيف الجزيري، ونزول سيف جعفر. سيف جعفر عشان برضو الواحد يقول كان ليه دور مهم جدا في كرة الجون. ادم قايد عمل اسيست في باصه غريبه جدا في الجون الاولاني، في كرة الجون الاولاني سيف جعفر، في كرة الجون الاولاني نفسها في باصه غريبه جدا من سيف الجزيري، بس ربنا كرمنا وراحت لمحمد شحاته سلكها لناصر ماهر اللي هو كان جوه ال 18. دي نقطه تحسب كتير جدا لناصر ماهر، ان هو تواجد جوه ال 18 وان هو دخل واستلم، فدي كلها بصمات مدرب ليها شيء ايجابي. طبعا الجول الثاني بتاع محمد شحاته اللي من قبل نص الملعب، الكره دي شيكابالا جابها في الشرطه، بس الشرطه كانت بعد نص الملعب بسنه. وخالد الغندور ليه جون شهير قوي في اتحاد عثمان، كان اسمها لسه الفرقه اتحاد عثمان لما بتبقى زارع دينا، برده من حته ابعد شويه، يعني من جوه، من نص الملعب، من جوه نص الملعب الفرقه الثانيه، بس متطرفه شويه، برده حطها كان برده في الوقت بدل الضايع. الكره دي بتبقى متكرره مع لعيبه الزمالك اللي بتاخد ريسك، يعني. وشيكابالا كان فرحان بالجون قوي وعمل فيديو وبتاع، يعني كل الناس كانت فرحانه بالجون ده، لان هو كمان فرقه سيراميكا عرضتها قوي الصراحه، في فكره ان هم متخيلين ان هم هينزلوا يكسبوا الزمالك وبتاع. هو انتوا يا ابني ان انت تكسبوا الزمالك، يعني او تصريح شهير للاعب بتاع الاهلي اللي منتقل ليهم. ما هو لعيبه، يعني اللعيبه اللي الاهلي بيرميها كلها بتروح سيراميكا وبرضه بيتغلبوا. ايه المشكله؟ يعني ايه الدوشه دي؟ يعني ليه محسن؟ وعلي ماهر هو مدرب متوسط جدا جدا جدا، ومقلل بوتنشال الفرقه جدا، فيعني انا مش بشوف ان هو من احسن المدربين، والصيت والكلام اللي بيتقال دي الصراحه في عنده ديفوهات، واي مدرب اجنبي بيلعبه بيعلم عليه، يعني ده رايي انا، يعني. الجداد ما نقدرش ندي تقييم بدري قوي، بس زي ما قلت احنا شيكو بنزا محتاج يتصبر عليه. ادم قايد وعبد الحميد معالي كل الكوره اللي جات له يمكن هو ما كانش بيحاول يعدي قوي، بس كان محضر هيعمل ايه، وعنده فيجن وعنده جراءه رغم ان هو 19 سنه.
بتمنى الباك اليمين الكيني اللي احنا بنحاول نجيبه يبقى يقدم نفس المردود اللي مقدمه عبد الحميد معالي في ناحيه السن يعني، خصوصا ان عمر جابر محتاج حد يبقى موجود معاه. يعني مش بقول ان عمر لعيب وحش، بس محتاج حد لان غيابات عمر ومساحه السن ممكن تبقى محتاج تغييره يعني. موضوع الفرص احنا اتكلمنا فيه وعدم التهديد، موضوع تدخل صبحي في صناعه اللعب والحاجات دي احنا اتكلمنا فيها. انا شايف ان التجربه تستاهل يتصهر عليها، وتستاهل ندي المساحه كامله للمدير الفني والمدير الكوره والمدير الرياضي اللي انفعالاته كانت بتقول ان هو مش مجرد يعني هو طبيعي يبقى عايز ينجح وكده سواء هو او مدير التعاقدات يعني، بس انفعالات يعني بتقول ان هم مش يعني ليهم انتماء للنادي. يعني اتمنى ان المدير الرياضي طبعا اكيد احنا كزملكاويه بتبقى عندك حته كده شويه اللي هي فكره ان انت عايز الناس منتميه للنادي، لان النادي قايم على الانتماء، سواء هو مكمل بالانتماء بالجمهور او بفكره ان في لعيبه بيبقى عندها انتماء. وده يفسر حاله الحب الشديده جدا لشيكابالا سواء قبل ما يخرج او بعد ما يخرج، ان فكره الانتماء برضو مهمه جدا. فبتمنى التجربه يتصبر عليها، لان التجربه صح من بكل الاشياء. التجربه حتى لو الاسامي فيها اختلاف، انت محتاج تبدل الاسامي. يعني هتمشي مدرب هات مدرب، هتمشي مدير رياضي هات مدير رياضي. بس فكره تدخلات اعضاء مجلس الادارات اللي هي المفروض بتحط الخطط وبتحط الاوت لاينز بتاعه المشاريع، تخش في الاداره وتخش في التفاصيل، انا شايف ان ده غلط. ولازم المسؤولين عن ملف الكوره تبقى ناس بتتحاسب، لان الموضوع خاضع لنجاح وفشل. بتمنى ان شاء الله باذن الله التجربه تكمل، وبتمنى حضور الجمهور يكون اكتر من كده. انا يعني لو في مساحه ان احنا نملى الملاعب ورا الفرق، انا قادر ان جمهور الزمالك ان شاء الله هيعملها في القاهره. امبارح في الاسماعيليه الحضور كان مرضي جدا، واعتقد ده هيبقى اكبر حضور لفرقه جايه من بره الاسماعيليه يعني، طبعا مش الاسماعيلي. بتمنى ان حضور الجمهور ورا الفرقه يكتر. طبعا الواحد يتمنى يكون موجود وهيحضر، لان الفرقه محتاجه جمهورها جدا، واللعيبه الجديده جدا لما تشوف عدي الدباغ وادم قايد والجمهور بيناديهم بالاسم وبيروحوا للجمهور، الحاجات دي هم ما شافوهاش بره بالشكل ده، وجمهور الزمالك فارق عن اي جمهور. فبتمنى ان شاء الله ان جمهور الزمالك يبقى في وجوده في كل الملاعب، لان هو نقطه قوه للزمالك وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها. بتمنى الجمهور يشجع فرقته ويركز في تشجيع فرقته تجنبا لاي شيء يتلكوا فيه يمنعونا من الحضور. وبتمنى ان شاء الله نلتقي يوم السبت ان شاء الله بعد ماتش المقاولين، لو في اي احداث قبلها هنتكلم عليها. في نقطه بس انا حابب اعلق عليها بخصوص خوان البينا. ممكن انا اتكلمت على الاكونت الشخصي على تويتر على قيمه الترانسفير، ان انا كنت مستني مثلا نجيب لعيب جاهز ينزل على طول او كده، انما ما ينفعش اي انتقادات توجه لنادي الزمالك اللي هو تقريبا راصد ميزانيه محدوده جدا للتعاقدات، ودفع مقدمات وخرج لعيبه ودخل لعيبه، وبيحاول يحل ثغراته بانديه بتطلع يعني جماهير انديه بتطلع لعيبتها لانديه تانية وبتدفع لها الرسوم المرتبات بتاعتها، او بيدفع مرتب لمدربه ومدرب تاني قاعد بره. احنا المنافس بتاعنا بيصرف تقريبا قد انتقالات الزمالك ومرتبات الزمالك 10 او 20 مره او 1000 مره. ففكره الناس بتتكلم على قيمه صفقه معروفه مين اللي دعمها ومعروفه مين اللي دفعها، يعني مين جيبه الشخصي هو الاستاذ ممدوح عباس، او كما يعني انا دي مش معلومه، ده توقع من اللي اتكتب على الاكونتات الرسميه. ففكره ان الناس تافورها قوي وتناولها في الاعلام وتحط ضغط عن اللعيب، احنا جايبين لعيب من دوري معقول في اوروبا، لعيب في تشكيله الدوري، لعيب تشكيله الدوري 11 لعيب، ال 11 لعيب كلهم اثمنهم ارقام خرافيه، لعيب بروميسنج، لعيب انت لو كتبت اسمه على تويتر هتلاقي مكتوب ان كان مرشح لكل الانديه، يعني ده اولمبياكوس كان عايز ياخده، باناثينايكوس كان عايز ياخده. فبتمنى الصبر على اللعيب زي ما بنتكلم على شيكو بنزا، لان شيكو بنزا واخوان البينا ده وعدي الدباغ عناصر مهمه جدا في المشروع. مش بقول ان هم اهم عناصر، بس دي المراكز اللي كانت فاضيه في الاساسي، فاحنا محتاجين ندعم اللعيبه دي ونصبر عليها وما تتهاجمش، والجمهور يدي لنفسه وقت وما يديش ودانه لحد تاني. شكرا ليكم يعني هو انا بحاول اطلع والله، بس كلامكم بيشجعني ان انا اطلع. انا بطلع من لوكيشن جديد كده، كنت يعني كان عندي مشوار يعني، فربنا يسهل ان شاء الله. احاول احافظ على الظهور، وشكرا لكل الناس اللي متابعاني واللي بتزقني ان انا اطلع. بتمنى ليكم يا ريت الناس تحاول تشير وتلايك وتسبسكرايب كاي حد بيطلع فيديوهات، يعني انا نادرا ما بقولها، بس يعني بطلب من الناس يعني. وان شاء الله نلتقي على خير. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.